هذا الموت ليس له علامة معينة استأثر الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا الموت إذا حان وقته لا بد أن يمضي بلا إشكال، ولن يستطيع أحد منعه ولا أن يحول بينه وبينه، لأنه قضاء ماضي قضاه الله على كل الخلق. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الموت يأتي فجأة أحيانا ما يعلم الإنسان، ينزل به يد الموت بأي حدث ما من الأحداث. قد يمرض السنين الطويل ثم يشفى، وقد يكون الموت بأول حدث يحدث عليه، فنسأل الله العفو والعافية، وأن يجعل ميتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعظ ونعتبر بمرور الأيام والشهور والسنين، وأن ما مضى من أيامنا أو شهورنا أو أعوامنا فإنه مضى بما مضى عليه، وختمناه بما ختمناه عليه، ويوم القيامة يطلع الإنسان على أعماله كلها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.